السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم جينواز اللي كيجي ناجح 100% بطريقه جد سهله. خليكم معايا ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. غنحتاجو لتحضير هاد الجينواز 3 البيضات اللي غيكونوا محرره المطبخ، كاس مع نص ديال السكر حبيبات، ملعقه ديال الفانيل للتنسيب. غادي نخدم البيض مع السكر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو، وهاد المرحله مهمه في النجاح ديال الجينواز. من بعد ما خدمت البيض مزيان مع السكر حتى تحصلت على هاد القوام كيف كتشوفوا، غادي نضيف 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق ديال عصير ديال الحامض وقشور ديال الحامضه. غنعاود نحرك هنايا، ما غاديش نكتر من التحراك، غير واحد شويه على ما يندمجوا ليا المكونات، ونحبس باش ما نهبطش هذاك الهواء اللي طلعت في البيض. في الاخير نضيف كاس ديال الدقيق عامر، غادي نضيفو على دفعات وانا كنغربل. غنستعمل بسباتيل او بملعقه خشبيه وكنحرك غير بشويه كيف كتشوفوا من الاسفل الى الاعلى بهذه الطريقه، وانا كندخل داك الدقيق في الخليط. وهذه المرحله كذلك مهمه في النجاح ديال الجينواز. بالنسبه للاسئله ديالكم اللي جاوني بزاف على الفيديو اللي سبق ليا وحطيته لكم في القناه ديال الجينواز، كيفاش تطلع بحال هكاك وجا اسفنجي ومهوي وهو ما فيش خميره الحلويات، واش ضفتيها وما صورتيهاش؟ بالنسبه للجينواز ما كنديروش فيه خميره الحلويات نهائيا، كيطلع لينا بهذاك الهواء اللي كيكون عندنا في البيض. داكشي علاش درنا ديك المرحله في الاول، خدمنا البيض مع السكر مزيان. والسر الثاني هو فاش كنكونوا كنحركوا كيف شفتوا معايا، يعني كنحركوا غير بشويه، كنحاولوا ما امكن يعني نحتفظوا على اكبر عدد ديال الهواء اللي كيكون عندنا في البيض. هنا مباشره الخليط كنفرغوا يعني في صينيه اللي كنكون فرشت ليها الورق، وكندخلها للفرن اللي سبق ليا وسخنته على 180 درجه. كنشعل عليه من الفوق ومن التحت لمده ديال 8 حتى ل 10 ديال الدقائق، غير كياخذ ليا داك اللوين هكايا مذهب صافي وكنخرجو. بالنسبه لي عندها فرن غازي، كتشعل عليه من التحت بحال اللي غطيب كيكه على نار مهيله حتى كتشوفوا خدا داك اللوينه كاين من الجوانب هكا، واحد اللوينه كاين مذهب خفيف صافي، وكتشعل عليه من الفوق كذلك ياخذ داك اللوين مذهب من الفوق وكتطفي عليه. حاولوا ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يجيكمش قاصح. كيف كتشوفوا يعني الوصفه ناجحه 100% الا تبعتيو يعني المراحل ديال التحضير ديالو من الاول حتى الاخر وتفرجتوا في الفيديو مزيان، راه غينجح معكم ان شاء الله من اول تجربه. كيف كتشوفوا كيجي مهوي واسفنجي، ويمكن لكم تحضروا به اي حاجه بغيتو، يعني طارطات بغيت هكايا تحضروا به كيكرول، يعني كيترولا معكم باي سهوله، ما كيتهرس ما والو. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم المحتوى ديالو ما تنساوش تخليو معكم لايك وديروا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.